توليفه البديل دي لها معزه عندي خاصه جدا، ولها قصه كبيره قوي، لان انا اول مره كنت اعمل التوليفه ديت كان واحد طالبها مني عشان يبدلها بالافيون، فدي كانت قصه بالنسبه لي كبيره، لان حسيت ان هو تحدي ان العب على العقل الباطن بتاعه واديله حاجه نسبه الكافيين فيها عاليه، لعل وعسى يبطل الافيون بسببها. فتعالى اما اقول لك على المكونات بتاعتها لانها جباره بجد. عادي انا من الصعب ان انا احط الكولومبي مع الجيتومالي، بس انا بصراحه في التوليفه دي اخترت ان انا احطهم. الكولومبي هيدينا مزازه ونوع من انواع البن الثقيله اللي هتخليك في بجد نسبه الكافيين في جسمك عاليه جدا، والجيتومالي من نوع من انواع البن اللي نسبه المره فيها قليله، وفي نفس الوقت كده بيديك ريحه الفاكهه. فتعالى نحطهم مع بعض 50 جرام و50 جرام. وبعدين رحنا خدنا لها 75 جرام من البن الاندونيسي. بحس ان نسبه الكافيين فيه بتبقى اعلى بكتير جدا من الارابيكا، فلازم ادخله في قلب الخلطه، بيعلي الوش وبيعلي القوام. 75 جرام من البن الهند الارابيكا اللي هيدينا طعم الشوكولاته وفي نفس الوقت ريحه الفروت، فبصراحه بيدي ميكس مع الكولومبو والجيتومالي مش طبيعي يا جماعه. بصراحه انا بحس ان في توليفه البديل دي بالذات لازم اعلي التحويجه فيها، فحطيت 15 جرام من الحبهان. عارف ان هو كتير بس انا بحس ان هي لازم تعلى التحويجه فيها بصراحه. بحط لها حوالي 10 جرام من الجينسنج، وده لازم يكون في قلب التوليفه، بيعلي من نسبه الكافيين وبيدي طاقه وبار. وبص يا صاحبي بصراحه لان الربع ده طالع لحد، فانا اختار ان هو احط له 4 جوز الطيب، وده اختياري مش اجباري. فتعالى بقى نحط ال4 جوز الطيب ونكمل التحويجه. حوالي 1 جرام من القرنفل و1 جرام من الورد بيخلوا ريحه القهوه حلوه بصراحه، وبيفرق جدا في قلب التوليفه. حط الكلام ده كله، قلب الكلام ده كله، وتعالى ننزل بيه في قلب المطحنه. وانا بصراحه النهارده شارب اكتر من 5 6 قهوه، فمش هقدر اشرب التوليفه دي لانها تقيله جدا. بس لو انت عايزه تقدر تلاقيها في اي فرع من فروع بن فوده، وتقدر تطلبها اونلاين، هسيب لك الرقم في التعليقات.